جاي منين؟ ليه عندنا التحيز ده؟ السبب الأول هو إن إحنا دايما عندنا مصلحة إن إحنا نحافظ على السلف استيم بتاعنا، تقديرنا لذاتنا. فبالتالي لما نعمل حاجة إحنا عارفين إن هي غلط أو نوصل لنتيجة سلبية، على طول بنروح لإيه الأسباب الخارجية اللي ممكن تخلي المشكلة مش فيا أنا ولا في سلوكي ولا في اختياراتي، وإن المشكلة في الظروف أو في الناس التانية. السبب التاني هو إنه عقلنا الباطن دايما مش عايز يبذل مجهود، دايما بيروح للأسهل ودايما عايز تفسير لكل حاجة. فلما بشوف حد عمل تصرف أنا شايفاه إن هو اللي عمل التصرف ده، بس مش شايفة كل الظروف اللي ممكن تكون وصلته للتصرف ده أو النتيجة دي، يبقى أسهل حاجة إنه السبب منه هو شخصيا. لكن في حالة إن أنا اللي وصلت للنتيجة دي أو أنا اللي عملت التصرف ده، أنا عارفة كل الظروف المحيطة، عارفة كل الحاجات اللي حصلت اللي خلتني اتصرفت بالطريقة دي أو خلتني وصلت للنتيجة دي. فمثلا أنا عارفة إن ابني كان تعبان الصبح وهو ده اللي خلاني أتأخر عن الاجتماع، لكن زميلي أنا كل اللي أعرفه إن هو جه متأخر. أنا عارفة كل الحاجات اللي حصلت من الصبح اللي خلتني في آخر اليوم زعقت لولادي، لكن جارتي أنا معرفش إيه اللي حصل معاها طول اليوم، أنا كل اللي أعرفه إن أنا سمعتها بتزعق. فلما نكون مش منتبهين عقلنا دايما بيروح لأسهل استنتاج مبني على اللي هو شايفه قدامه. تالت سبب هو إننا دايما بنحاول نتجنب ال cognitive dissonance، بيسموه التنافر المعرفي، إنه يبقى في حاجتين أنا مصدقاهم أو مقتنعة بيهم مناقضين لبعض، أو إنه يكون عندي معتقد معين واضطر أتعامل مع حقيقة متناقضة معاه. فلو أنا قناعتي عن نفسي أو جزء من صورتي الذاتية إن أنا إنسانة ملتزمة، ما ينفعش في نفس الوقت أشوف إن أنا اتأخرت عن الاجتماع علشان أنا إنسانة مستهترة. لازم أشوف إن الأسباب خارجة عن إرادتي، أنا إنسانة ملتزمة بس في أسباب خارجة عن إرادتي هي اللي خلتني أتأخر. لو أنا بشوف نفسي أو عندي قناعة عن نفسي إن أنا أم هادية، ما ينفعش أبقى في نفس الوقت بزعق علشان أنا عصبية، لازم أكون زعقت رغم إن أنا هادية علشان الموقف كان لا يحتمل. لكن مع الناس التانية اللي أنا ما عنديش عنهم نفس القناعات دي، مفيش مشكلة، مفيش حاجة هتسبب لي cognitive dissonance لما أقول عليهم كذا أو كذا أو كذا.